النهاردة هنتكلم عن فكرة كده تبان كأنها من الخيال العلمي. فكرة إن كائن حي يستنسخ نفسه، يخلق نسخة طبق الأصل منه من غير أي شريك. امم ودي مش مجرد فكرة، دي استراتيجية بقاء بتستخدمها مليارات الكائنات كل ثانية. النهاردة هنغوص في عالم التكاثر اللاجنسي ونكتشف تصميماته المختلفة. بالظبط. والفكرة الأساسية اللي بتربط كل الطرق دي هي الكفاءة والسرعة. في عالم محتاجين نضمن فيه بقاء النوع، فالتكاثر اللاجنسي ده هو الحل الأمثل لكائنات كتير قوي. زي خط إنتاج سريع. تماماً، خط إنتاج سريع ومضمون، مفيش انتظار لشريك، مفيش تعقيدات وراثية، هي مجرد عملية نسخ ولصق. طيب خلينا نبدأ من أبسط تصميم على الإطلاق، الانشطار الثنائي. الاسم نفسه بسيط، 1 بقى 2، لكن لما فكر فيها دي استراتيجية وجودية غريبة قوي. غريبة فعلاً، لأنها بتلغي فكرة الفرد الأبوي دي تماماً. في الانشطار الثنائي اللي بيحصل في كائنات وحيدة الخلية زي البكتيريا والأميبا، آه. الخلية الأصلية مش بتخلف وتموت، لا، هي بتضحي بوجودها كفرد مستقل عشان تتحول لجيل جديد. إزاي يعني بتضحي بوجودها؟ هي بتنقسم وبتختفي، بتتحول بالكامل للخليتين الجداد. يا يعني نقدر نقول إن الكائن ده بيوصل لمرحلة من الخلود البيولوجي؟ هو مش بيموت من الشيخوخة أبداً، هو بس بيستمر في صورة نسخ جديدة منه؟ هو ده التعبير الدقيق، خلود بيولوجي. دي فكرة مذهلة. طب والعملية دي بتحصل إزاي؟ هل هي مجرد انقسام عشوائي كده وخلاص؟ لا طبعا، دي عملية منظمة جدا، كل حاجة محسوبة. أول خطوة خالص إن المادة الوراثية الدي ان ايه لازم تتضاعف، تتنسخ نسخة كاملة. تمام. بعد كده الخلية بتبدأ تتمدد وتستطيل، وكل نسخة من الدي ان ايه بتروح لطرف من أطراف الخلية. عشان كل واحدة جديدة تاخد نسختها. بالظبط. بعدها يبدأ غشاء الخلية يتخسر من النص، زي ما يكون في حزام غير مرئي بيضيق عليها لحد ما تنفصل تماما لخليتين متطابقتين، فوتوكوبي. ده السيناريو المثالي في الظروف المثالية، لكن دايماً في خطة طوارئ، خصوصاً عند الأميبا لما الظروف بتبقى صعبة. هنا بقى الموضوع بياخد منحنى درامي شوية. بالظبط. الأميبا مش بتستسلم للظروف القاسية زي الجفاف مثلا، هي بتلجأ لعملية اسمها التحوصل. تحوصل؟ يعني إيه؟ يعني بتبني حوالين نفسها حصن منيع من مادة الكيتين. الحصن ده بيعزلها عن العالم الخارجي القاسي. بس ثانية واحدة، لو هي معزولة جوه حصن ومفيش أكل أو مياه، المفروض إنها تدخل في حالة سبات أو كمون، مجرد انتظار. لكن اللي فهمته إن اللي بيحصل جوه أعقد من كده بكتير. فعلا، هي مش بتضيع وقت في الانتظار، هي بتستغل فترة الحصار دي عشان تنفذ خطة مضاعفة أعداد. جوه الحصن ده بتبدأ تعمل اللي بنسميه الانشطار الثنائي المتكرر. متكرر؟ كلمة متكرر هنا هي مفتاح اللغز كله. وإيه الفرق؟ يعني الطاقة اللي بتستخدمها في الانقسام المتكرر ده بتيجي منين وهي محبوسة من غير أكل؟ سؤال ممتاز. هي بتعتمد على مخزون الطاقة الداخلي المحدود جدا بتاعها، وعشان كده الانقسام بيكون مختلف. مختلف إزاي؟ انقسم ورا بعض ورا بعض. انقسامات متتالية وسريعة من غير مرحلة نمو. الهدف مش إنتاج أفراد قوية، الهدف هو زيادة العدد لأقصى درجة ممكنة بأقل استهلاك للطاقة. فبدل ما يخرج كائن واحد قوي بعد انتهاء الأزمة، بيخرج جيش كامل من الكائنات الصغيرة جاهزة للانتشار. دي استراتيجية بتعتمد على الكثرة مش القوة. وهي دي اللي بتخلي المسائل الحسابية بتاعتها تبان بسيطة، بس نتائجها مرعبة. يعني لو بدأنا بأميبا واحدة بتنقسم كل 5 دقايق، بعد 25 دقيقة بس بيبقى عندنا 32 أميبا. يا خبر. والأرقام دي بتتصاعد بشكل مخيف. لو كملنا ساعة واحدة بس العدد هيوصل ل 4096. ده بيورينا القوة المرعبة للنمو الأسي. زي فكرة العدوى البكتيرية في الجسم. هي بالظبط. المعركة مش ضد كام ألف بكتيريا، المعركة ضد قدرتهم على مضاعفة نفسهم كل 20 دقيقة. فكرة إن الفرد الأبوي بيختفي أو بيضحي بنفسه دي غريبة، بس مش كل الكائنات بتتبع الاستراتيجية دي. في طرق تانية الأب بيقدر فيها يفضل موجود ويشوف نسله بيكبر، وده بينقلنا لمفهوم التبرعم. بالظبط. التبرعم استراتيجية أكثر تحفظاً. لو الانشطار الثنائي هو استثمار الكل في الكل، فالتبرعم أشبه بإنشاء شركة فرعية صغيرة. هاها، تشبيه حلو. الشركة الأم اللي هي الفرد الأبوي بتفضل موجودة وشغالة، وبتفصل جزء صغير منها اللي هو البرعم
يبدأ حياته الخاصة. والمثير هنا إننا بنشوف الاستراتيجية دي في كائنات مختلفة تماماً، من كائن وحيد الخلية زي فترة الخميرة لكائن عديد الخلايا زي الهيدرا. خلينا نبدأ بالخميرة. اللي بيحصل إن بروز جانبي صغير بيبدأ يظهر على الخلية الأم. تمام. في نفس الوقت النواة جوه بتنقسم ميتوزياً، ونسخة من الأنوية الجديدة دي بتهاجر للبرعم. البرعم بيفضل ينمو وهو متصل بالخلية الأم، وبياخد غذائه منها لحد ما يوصل لمرحلة معينة. وعند المرحلة دي بيكون قدامه اختيارين، صح كده؟ بالظبط. يا إما ينفصل تماماً ويبقى فرد مستقل، أو يفضل متصل بالخلية الأم. ولو فضل متصل، هو نفسه ممكن يطلع برعم جديد، والبرعم ده يطلع برعم ثالث، وهكذا. زي عنقود العنب. تماماً. مع الوقت بيكونوا حاجة بنسميها مستعمرة خلوية. الاستراتيجية هنا هي السيطرة على مساحة معينة وتكوين مجتمع مترابط. طيب ده في عالم وحيدات الخلية. لما نروح لكائن أعقد زي الهيدرا، الموضوع بيتغير إزاي؟ الهيدرا مش مجرد خلية، ده كائن عنده طبقات من الخلايا وأنسجة. هنا العملية بتكون أكثر تخصصاً. البرعم في الهيدرا مش مجرد بروز عشوائي، ده بينشأ من انقسام خلايا معينة ليها قدرات خاصة اسمها الخلايا البينية. خلايا بينية؟ الخلايا دي أشبه بالخلايا الجذعية، عندها القدرة على التمايز والتحول لأي نوع تاني من الخلايا. فالبرعم بينمو كنسخة مصغرة كاملة من الهيدرا الأم، عليها لوامس وفم وكل حاجة. والفرق الجوهري هنا إن البرعم في الهيدرا ما بيكونش مستعمرات، مصيره الوحيد إنه ينفصل. دايماً لما بيكتمل نموه بينفصل ويبدأ حياته المستقلة. الاستراتيجية هنا مش السيطرة على المكان، لكن الانتشار. كل فرد جديد هو سفير جديد للنوع في مكان جديد. كلمة الخلايا البينية دي لفتت انتباهي. الاسم ده مش غريب، أعتقد سمعته في سياق مختلف تماماً ليه علاقة بالإنسان. ملاحظة دقيقة جدا. الخلايا البينية موجودة كمان في خصية الإنسان، وهي المسؤولة عن إفراز هرمونات الذكورة زي التستوستيرون. سبحان الله. ودي من النقط العبقرية في البيولوجيا اللي بتورينا إزاي الطبيعة بتعيد استخدام نفس الأفكار والمسميات لأغراض مختلفة تماماً. نفس الاسم، لكن الوظيفة بين الهيدرا والإنسان مختلفة كلياً. طيب، التبرعم هو عملية منظمة لإنتاج فرد جديد، لكن إيه اللي بيحصل لما القدرة على النمو دي ما تبقاش عملية مخططة وتبقى رد فعل على إصابة عنيفة أو كارثة؟ هنا بندخل عالم المذهل بتاع التجدد. التجدد مفهوم واسع جدا، وفي مستويات مختلفة بتورينا إزاي القدرة دي بتتغير مع درجة رقي الكائن. يعني مش كل الكائنات زي بعض؟ لا طبعا. في أعلى مستوى من الرقي زي الإنسان والثدييات، التجدد عندنا محدود جدا. هو مجرد التئام جروح. لو الجلد اتقطع بيلتئم، لو وعاء دموي اتقطع الجسم بيصلحه. لكن لو ذراع اتقطع مش هينمو ذراع جديد. للأسف لأ. لكن لما بننزل درجة في سلم التطور بنشوف قدرات أعلى، زي في البرمائيات والقشليات. زي إيه مثلاً؟ كائنات زي السلمندر أو الجمبري عندهم قدرة على استعادة الأجزاء المبتورة. لو رجل السلمندر اتقطعت بتنمو رجل جديدة كاملة بكل تفاصيلها. واو! ده تجدد مذهل، لكنه مش تكاثر، لأن العدد النهائي للأفراد واحد. هو مجرد كائن واحد صلح نفسه. يبقى المستوى الأخير هو اللي بيتحول فيه التجدد من مجرد إصلاح لوسيلة فعلية لزيادة العدد. هنا الخط الفاصل بين الحياة والموت بيختفي تقريباً. تماماً. هنا بنتكلم عن التكاثر بالتجدد. أشهر مثالين هما الهيدرا ودودة البلاناريا. لو جبت دودة بلاناريا وقطعتيها عرضياً ل3 أو 4 أجزاء، كل جزء منهم هينمو ويتحول لدودة كاملة جديدة. يعني من موت محقق لكائن واحد أنا خلقت 4 كائنات جديدة. بالظبط كده. والمثال الأشهر والأكثر تعقيداً هو نجم البحر. الموضوع هنا مش مجرد تقطيع وخلاص، في شرط أساسي. أيوة، وهنا بتظهر أهمية وجود مركز التحكم. عشان الذراع المقطوع من نجم البحر يقدر ينمو ويكون كائن كامل، لازم ياخد معاه حتة من القرص الوسطي اللي في جسم النجم. القرص الوسطي ده اللي هو في النص. الجزء ده هو اللي فيه الخلايا الأساسية والمعلومات الجينية اللازمة لإعادة بناء الجسم كله، زي ما يكون معاك نسخة من الهارد درايف بتاع الكائن. ولو الشرط ده متحققش، يعني لو اتقطع ذراع بس من غير قطعة من القرص الوسطي، في الحالة دي الذراع المقطوع هيموت،
والجسم الأصلي النجم البحر هيقدر يعوض الذراع المفقود، وهنا العملية بترجع تبقى استعادة أجزاء مبتورة زي السلمندر مش تكاثر. من كل ده نقدر نستنتج علاقة واضحة جدا. كل ما الكائن بيزيد في الرقي والتعقيد، كل ما قدرته على التجدد بتقل. هي علاقة عكسية منطقية جدا. كأن التطور بيضحي بالقدرة دي في مقابل الحصول على خلايا وأنسجة أكثر تخصصاً وكفاءة. فعلا الخلايا المتخصصة جدا في جسمنا زي الخلايا العصبية أو خلايا القلب فقدت قدرتها على الانقسام والتجدد بشكل كبير. دي ضريبة التخصص. لكن في استثناء مذهل في جسم الإنسان بيكسر القاعدة دي شوية. وهو الكبد. دي حقيقة مذهلة. الكبد بتاعنا فيه قدرة شبه سحرية كانت عند كائنات بدائية، كأن جسمنا محتفظ بسر قديم من ملايين السنين. قدرته على استعادة حجمه بعد استئصال جزء كبير منه شيء لا يصدق فعلا. لكن مهم نأكد تاني، قدرة الكبد دي هي تجدد على مستوى العضو مش على مستوى الفرد. طبعاً مش ممكن ننمي إنسان كامل من قطعة كبد. بالظبط. وده بيوضح الخط الفاصل اللي بيخلي التجدد عند الإنسان مجرد آلية إصلاح، وعند كائنات أبسط آلية تكاثر. شفنا كائنات بتنقسم وكائنات بتتبرعم وكائنات بتنمو من جديد بعد ما تتقطع. لكن يمكن الاستراتيجية النهائية للبقاء مش بس إنك تعمل نسخة من نفسك، لكن إنك تقدر تنشر النسخ دي لأبعد مكان ممكن وتضمن إنها تعيش في أقصى الظروف. وده بينقلنا لأفضل وأنجح صور التكاثر اللاجنسي على الإطلاق، التكاثر بالجراثيم. كلمة الأفضل منها مش مبالغة، هي فعلا الاستراتيجية اللي بتجمع 3 مميزات قاتلة: الإنتاج بأعداد مهولة، القدرة على تحمل الظروف القاسية، والانتشار لمسافات بعيدة. دي الحزمة المتكاملة للبقاء والسيطرة. بالظبط. بنشوفها في الفطريات زي عفن الخبز وعيش الغراب، وفي نباتات بدائية زي السراخص. لو خدنا عفن الخبز كمثال، العملية دي بتمشي إزاي؟ إيه هي الجرثومة دي أصلاً؟ الجرثومة هي ببساطة خلية واحدة متحورة ومجهزة عشان تكون مشروع كائن حي كامل في كبسولة. الفطر بينتج أكياس اسمها حوافظ جرثومية، وكل حافظة منهم بتكون مليانة بآلاف أو ملايين الجراثيم. ياه. لما الحافظة دي بتنضج بتنفجر زي قنبلة بيولوجية، وتنشر الجراثيم دي في الهواء. نقدر نشبهها بكبسولات نجاة أو مركبات فضائية صغيرة جدا، كل واحدة شايلة جواها كود الحياة ومستنية بس توصل لكوكب مناسب عشان تبدأ مهمتها. تشبيه ممتاز. ولما جرثومة منهم بتهبط على بيئة مناسبة زي قطعة خبز رطبة بتبدأ عملية الإنبات. أولاً بتمتص المياه، ثانياً جدارها السميك اللي كان بيحميها بيتشقق، ثالثاً بتنبت وتكون فطر جديد كامل يعيد الدورة من جديد. تمام. نرجع للمميزات الثلاثة اللي بتخليها الأفضل. نبدأ بسرعة الإنتاج ووفرة النسل. الأرقام هنا بتخرج عن نطاق السيطرة. الأرقام فلكية. لو افترضنا إن فطر واحد بينتج 300 جرثومة، والجيل التاني كل واحد منهم بينتج 300، فاحنا في الجيل التاني بنتكلم عن 90,000 جرثومة. 90,000؟ الجيل التالت هيوصل ل27 مليون. دي مش مجرد زيادة في العدد، دي استراتيجية غزو كوكبي في كام جيل بس. دي الميزة الأولى. والتانية هي القدرة على تحمل الظروف القاسية. وده بسبب الجدار السميك جدا اللي بيحمي المادة الحية جوه الجرثومة. الجراثيم تقدر تتحمل الجفاف، الحرارة العالية، البرودة الشديدة، وحتى الإشعاع. مش معقول. لدرجة إن في بعض جراثيم البكتيريا قدروا يرجعوها للحياة بعد ما فضلت في حالة سبات لملايين السنين. دي آلات زمن بيولوجية حقيقية. والميزة الثالثة هي الانتشار. إزاي بتقدر تسافر المسافات دي كلها؟ السر في خفة الوزن. الجرثومة بتحتوي على كمية قليلة جدا من الماء، وده بيخليها خفيفة لدرجة إن أي نسمة هواء تقدر تشيلها وتنقلها لمئات أو آلاف الكيلومترات. ده بيضمن إن النوع مش هيفضل محبوس في مكان واحد. بالظبط. بينتشر ويغزو مناطق جديدة باستمرار. بس هنا لازم أسأل سؤال. إحنا بنقول إنها الاستراتيجية الأفضل، لكن من ناحية تانية هي بتنتج نسخ متطابقة وراثياً بالمليارات. مش ده بيخليها كارثة وراثية منتظرة؟ يعني لو ظهر فيروس أو مرض واحد يقدر يقضي على فطر معين، هيقضي عليهم كلهم مرة واحدة؟ ده هو بالظبط كعب أخيل أو نقطة الضعف الأساسية في كل صور التكاثر اللاجنسي. الاعتماد على نسخ متطابقة وراثياً هو رهان عالي المخاطر. يعني سلاح ذو حدين. تماماً. في بيئة مستقرة هو أفضل وأسرع طريقة، لكن في بيئة متغيرة ومليانة بالتحديات والأمراض الجديدة، غياب التنوع الجيني ممكن يؤدي للانقراض الكامل.
هو أشبه بجيش من الجنود كلهم بيلبسوا نفس الدرع. لو العدو اكتشف نقطة ضعف في الدرع ده، الجيش كله هينهار. بعد ما شفنا كل الطرق دي، من الانشطار البسيط للتبرعم للتجدد اللي بيخلق حياة من قلب الدمار، وصولاً للجراثيم اللي بتسافر عبر الزمن والمكان، بيفضل سؤال مهم في الآخر. وهو الصراع الأبدي بين استراتيجيتين في الحياة. التكاثر اللاجنسي هو استراتيجية للبقاء والانتشار السريع، لكن التنوع الجيني اللي بيجي من التكاثر الجنسي هو استراتيجية للتطور والتكيف مع المتغيرات. يا ترى في عالم بيتغير بسرعة زي عالمنا، مين فيهم الأنجح على المدى الطويل؟ السرعة والعدد ولا التنوع والقدرة على التكيف؟ ده سؤال ممكن نفكر فيه.